السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده كده الجو حر ومش طايقه واقفه في المطبخ بصراحه، فقلنا نعمل غدا كده خفيف وعلى السريع. هنعمل ان شاء الله كده صينيه عجه زي ما انتم شايفين. معايا هنا 5 بيضات، ومعايا طماطم وفلفل الوان وبصلايه، ومعايا كده خضره مشكله، ونص كوبايه لبن. يلا بينا بقى نبدا بالطريقه على طول. نسمي الله ونصلي على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطيت كده حوالي ربع كوبايه زيت. هننزل بقى بالبصلايه بتاعتنا دي، نديها تشويحه، مش هنحمرها بس هنديها تشويحه كده تدبل. ممكن تعمليها كده ني في ني من غير ما تدبلي البصل، بس يعني لما البصل بيدبل كده في الزيت بيطلع حلاوته اكتر. تمام كده البصل معانا اهو خلاص بدأ يدبل معانا. هنزل بقى بالفلفل الالوان عليه، هياخد تشويحه هو كمان. نديله بقى تشويحه بسيطه كده، هي كده كده هتكمل سواها في الفرن، فمش عايزه يعني ايه ازود عليها في السوا على البوتاجاز. تمام كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بالطماطم. معايا كده حبايتين كبار من الطماطم متقطعين، ممكن تضربيهم في الخلاط زي ما انت عايزه يعني، بس انا بفضل الطريقه دي اكتر، يعني بحس كده كل حاجه تبقى باينه في الاكل. خلاص بس الطماطم تدبل كده معانا، وهنطفي عليها النار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنملح بقى الخضار بتاعنا. هحط كده رشه من الملح، هحط كمان شويه من الكمون وشويه من الكزبره. تمام. ممكن بقى تحطي رشه من الفلفل الاسود لو حابه، لو مش عايزه تحطي فلفل اسود ما تحطيش. خلاص كده هنطفي بقى عليها النار ونسيبها تهدى. هحط بس كده ايه نص الخضره اللي معايا دي خضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره، يدوبك بس ريحتها تطلع. تمام كده خلاص بقى. هنا كده هطفي النار، هنطفي بقى عليها النار ونسيبها تبرد. هنجيب بقى كده بوله نحط فيها البيض بتاعنا. حطي بقى عدد البيض زي ما انت عايزه. انا معايا هنا كده 5 حبات من البيض. حابه تزودي اكتر من كده زي ما هيعجبك يعني، بس هي يعني ما افضلش ان هي تقللي اكتر من كده يعني، هي 5 كده كويس. تمام. حطيت نص كوبايه اللبن. ده لبن حليب مش لبن رايب، ده لبن حليب، بس هو يعني لبن بخير وكده فدسم شويه. هنحط بقى نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الخضار بتاعنا. حطيت كده رشه من الكمون، حط بقى رشه من الكزبره، حاجه بسيطه كده من الملح، عشان احنا كده مملحين الخضار بتاعنا، بس هنملح بس البيض كده عشان يبقى كل حاجه متهيئه. تمام كده زي ما انتوا شايفين، مش محتاجه ولا خلاط ولا اي حاجه. هنزل بقى بالخضره بتاعتي في الطبق كده على البيض. حط كده، احنا حاطين 5 بيضات، حط عليهم حوالي تقريبا كده من 3 ل4 معالق دقيق، مش اكتر من كده يعني. هي كل بيضه بتحط لها معلقه دقيق، بس انا حطيت حوالي 3 أو 4. معايا هنا كده نص كيس من البيكنج باودر عشان يخليها هشه كده ومنتفخه. ده حوالي معلقه صغيره مش كتير.
هننزل بقى بالخضار بتاعنا ده بعد ما برد على الطبق هنا كده، ولسه بصوا يعني مش بارد قوي يعني. اديله تقليبه بقى. الجو حر والحاجه ما بتبردش بسرعه. خلاص بقى كده خلصنا اهو زي ما انتوا شايفين في نفس الصينيه اللي احنا سوينا فيها الخضار. هننزل بقى بالخليط بتاعنا ده. خلاص شايفين بصوا هو ده القوام، ما تزوديش دقيق عن كده عشان متقلبش معاكي على كيكه. هنا بقى في نفس الصينيه كده بصوا على نفس مطرح الخضار ومطرح التشويحه اللي احنا كنا مشوحينها، حطيت كده حوالي معلقه من الزيت عشان بس اعرف اخرجه من الصينيه. هنزل بقى بالعجه بتاعتنا في الصينيه وهندخلها الفرن على درجه حراره 180، بتاخد حوالي نص ساعه في الفرن رف اوسط كده، يعني زيها زي الكيكه، تسويها كده نفس تسويه الكيك. تمام هندخلها الفرن بقى ونعمل طبق سلطه بتنجان كده زي ما انتوا شايفين. شويت كده بتنجانيه ومعايا خلطه الثوم دي، ده شطه حمراء على ثوم على ليمون على كمون على كزبره على ملح، يعني بصوا فيها كل التحبيشه. ناخد بقى معلقه منها على البتنجان بتاعنا المشوي، نحط شويه من الكمون ورشه من الملح. هنقلب بقى كل ده مع بعض وهننزل عليهم بالطحينه. نحط كده حوالي 3-4 معالق طحينه، شويه من الخل، حاجه بسيطه كده من الخل. طبعا مش هننسى الليمون. نحط كمان شويه كده من زيت الزيتون. قلب بقى كل دوت مع بعضه كده وادمج بقى كل المكونات كده مع بعضيها. تقدري تحطي بقى زبادي زي ما انت عايزه. نحط بقى كده نص ليمونه. حطوا لايك بقى للفيديو، ما تنسوش اشتراك في القناه وفعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. خلاص قلبنا بقى البتنجان بتاعنا. له بقى كده رشه من الخضره بتاعتنا اللي باقيه دي عشان نكسر اللون بس. تمام كده خلاص. هنعمل بقى سلطه بطاطس برضو. انا هنا سلقه يعني حوالي حبايتين كده من البطاطس. حطيت بقى بقيه الخضره وحطيت كده معلقتين من معلقه من الملح ومعلقه من الكمون. حطيت هنا معلقتين من زيت الزيتون. هنقلب بقى كده كل المكونات مع بعضيها ونفكك كده البطاطس نهرسها. ممكن تستبدلي زيت الزيتون بقطعه زبده او قطعه قشطه زي ما انت عايزه. خلاص خلصنا سلطه البطاطس وخلصنا البتنجان. كانت صينيه العجه بتاعتنا خلاص خلصت. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين شكلها ولونها بصوا ما شاء الله اللهم بارك. لسه سخنه بتشكشك. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم حاجه كده تفتح النفس. خدناش وقت كتير في المطبخ، هي مسافه بس ما سوينا الخضار وسوينا صينيه العجه كنا خلصنا كل الغدا. يلا بقى لايك للفيديو، اشتراك في القناه وفعلوا الجرس على علامه الكل. هسيبها بس تهدى شويه عشان اعرف اقطعها. بصوا بقى شايفين منظرها بعد ما بردت. خلاص كده هي هديت شويه. تيجي بقى نقطعها ونخرجها من الصينيه.
بصوا الخضار كده ملامحه واضحه وباين يعني زي ما هو، زي ما انتوا شايفين كده، عكس ما تحطش الطماطم مضروبه في الخلاط لا، الطريقه دي احسن. هنقطع بقى كده. بصوا هي لسه برضو سخنه يعني. صينيه العجه دي بقى من احلى الاكلات بتاعت زمان، اللي الواحد كان بيستمتع كده وهو بياكلها. وبعدين كلها قيمه غذائيه عاليه، يعني ما تقولوش بقى ان اكل مفيهوش لحوم والكلام ده كله، لا دي مليانه بروتين، وبصراحه يعني حاجه تفتح النفس. عايزه بس اخرج لكم كده قطعه اوريها لكم، هي لسه سخنه طبعا، بس انا هخرجها كده معاكم. شوف شكلها وجمالها عامل ازاي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين لسه بتطلع بخار كده اهي زي ما انتم شايفين. بصوا الخضار واضح فيها ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. حاجه كده سكر، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم اكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات. بصوا وشها زي قعرها زي ما انتم شايفين كده. بصوا الخضار شكله عامل ازاي في النص، مش مكتومه، خفيفه كده وهشه ومش تقيله، يعني ما فيهاش تقليه بقى تحمي على الصدر او حاجه زي كده، لا. بصوا زي ما انتم شايفين كده طعمها زي العسل، بألف هنا وشفا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم متنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم ان شاء الله اشعار بكل جديد. كده كنا خلصنا بقى الغدا بتاعنا وما خدناش وقت زي ما انتم شايفين كده، وغسلنا بقى شويه جرجير كده حلوين اهو. حاجه كده سهله وبسيطه وما فيهاش وقت كتير في المطبخ، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، زي ما انت عايزه.